مليار جنيه، رقم مفزع للغاية اللي هو في شهر أغسطس، ومصر بتعيش مأزق اقتصادي. والغريب انه دكتور الببلاوي حركته مع كامل الاحترام له ومع كامل الاجلال لشخصه الكريم ومع كامل الاحترام ايضا لمعاونيه من الوزراء ومن النواب وغيرهم، دكتور زياد بهاء الدين وغيرهم من القامات الاقتصادية اللي تم اختيارهم، وقالوا لنا انه الاساس هو اختيار قامات اقتصادية معروفة ولها تاريخ علشان ننقذ مصر من الوضع اللي احنا فيه. واضح جدا بحجم الخسائر انه مفيش اي حركة. صحيح الرد الجاهز هو ونعمل ايه في الارهاب، محاربة الارهاب والوضع الامني، تمام، بس كمان شايفين انه مفيش اي خطى على الطريق الصحيح في موضوع الاقتصاد. ما حدش يقول لي اصل الوضع صعب، ما حدش يقول لي اصل الارهاب، ما حدش يقول لي اصل احنا ما كناش متخيلين ان الازمه متفاقمه. كل الخبراء الاقتصاديين داخل الحكومه وخارج الحكومه عارفين ان الوضع في منتهى الصعوبه، فاللي قبل هذه الصعوبه ما قبلش رفاهيه، ما اتخدعش وحد قال له تعالى اتفضل اقعد على الكرسي والدنيا بيضة ووردي. هو داخل وهو عارف ان الوضع الاقتصادي في منتهى السوء، ان الخسائر والنزيف في كل الهيئات شغال على ودنه، انه حربنا مع الارهاب هتبقى حرب ضارية مصر هتفقد فيها الكثير، وبالتالي الخطة لازم تبقى اسرع، القرارات تبقى غير تقليدية. ده في حاجات مش محتاجة خالص لا حرب على إرهاب ولا غير حرب على إرهاب، ومع ذلك قرارات ما بتتخذش. المستشارين اللي ماليين الوزارات حتى هذه اللحظة عدد كبير منهم ما خرجش من الوزارات ولم يتم فسخ العقود مع هؤلاء المستشارين. ناس بتاخد آلاف مؤلفة كل شهر لو اتجمعت بس الدباند من العجز. حتى هذه اللحظة الصناديق الخاصة اللي فيها مليارات ما حدش عارف يعمل رقابة عليها. ممكن الصناديق صحيح ما فيش حاجة هتبقى حل لوحدها، بس مؤكد جزء جنب جزء جنب جزء هيعمل حل. أنا مش شايفة إن كل اللي حصل الفترة اللي فاتت من الاستعانة بالدول العربية وفرحتنا بدعم الدول العربية لازم ياخد أكبر من حجمه. اللي حصل إن احنا قعدنا نقول للسعودية شكرا جميلكم على راسنا، صحيح الامارات وقفت جنبنا زي الفل، كل الدول، الاردن غيرها من الكويت البحرين، كل الدول العربية ادتنا ما يقرب من 12 مليار دولار. لكن المفروض انا بقى كدولة كل ما مسؤول يخرج يقول لك السعودية ادتنا والامارات ادتنا، جميل بالنسبة لهم وقفتهم معانا، بس مش جميل خالص بالنسبة لنا. الدولة دي اللي قاعدة بتتباهى بالشحات، ده اللي بيشحت بيتكسف ويتوارى وما يبقاش عايز يعرف حد، واحنا دولة المسؤولين خارجين يتباهوا بحجم المساعدات اللي بتجيلنا من بره، وحتى اي لحظة من الممكن الاستمرار في الاعتماد على الدول العربية. النهاردة هم داعمينك للظرف اللي حاصل، جزء منه مصالح هذه الدول الآن في دعم مصر لان هي كانت متضررة من جماعة الاخوان، جزء منها العلاقات التاريخية اللي بتربط مصر بهذه الدول، حاجات كتير. لكن في النهاية هيجي لحظة هيتوقف هذا الدعم. وبعدين انا النهاردة كمان لما ارى انه الهيئة العامة لسكك حديد مصر تجاوزت الخسائر فيها 120 مليون جنيه، ونظرا لتوقف حركة القطارات في الوقت اللي صرح فيه مسؤول مترو الانفاق انه الخسائر فاقت 10 مليون جنيه. ده لصالح مين؟ صحيح هتقولوا لي الارهاب، هقول لكم على عيني، بس لازم كمان الدولة تاخد اي اجراء. مين يقول ان مصر اللي كان تاني اول دولة دخل فيها السكك الحديد النهاردة قعد كل المدة دي السكك الحديد واقفة؟ لا، وايه هو قفل سكة حديد صحيح عشان التهديد، وامبارح قلنا ان في اخبار وفي بنات وممكن تفجير القطر، تمام، بس ايه الدولة دي اللي ما بتعملش بدايل وسايبه المواطن؟ مش كفايه الوضع الاقتصادي السيء، ومش كفايه انها مش عارفه تعمل له حد ادنى وحد اقصى، ومش كفايه ان الاسعار عماله تزيد عليه كل يوم وما فيش حكومه تعمل رقابه على الاسعار، لو كمان بتقول له انا هقفل لك السكه الحديد وهقفل لك المترو وانت بقى روح اتصرف كل يوم اركب ميكروباص ولا اركب اتوبيس، اللي طبعا بقى بمزاجه هو كمان، والميكروباص بقى يتعامل على انه هو تاكسي 7 نجوم، ويقول لك ان كان عاجبك، ما هو الضغط كله عليهم، فاللي مش هيركب غيره، وبالتالي الناس هي اللي هتضيع.
لما النهارده خسائر قطاع السياحه 6 مليار جنيه، ويخرج المختصين يقولوا لنا ان الاشغالات في الغردقه وفي شرم الشيخ اقل من يعني 30% اعتقد، او يمكن اقل من كده بكتير، وده رقم مفزع لانه بيهدد فنادق بالكامل بالغلق. طبعا الاقصر يعني حدث ولا حرج، ده انا بكلمكم على اللي لسه يعني فيهم حركه الى حد ما، لكن في قطاعات بالكامل هتقفل. في اعلان للعديد من الشركات العالميه الكبرى عن وقف انتاجها في مصر، على راسها شركه جنرال موتورز اللي اوقفت انتاج مصنع سيارات ليها هنا في مصر. شركه الاجهزه المنزليه شهيره برضو بتصفي عدد كبير جدا من مصانع السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان. يا دكتور يا ببلاوي، حضرتك فين والحكومه فين مما يحدث؟ عارفين ان العبء كبير، بس كمان حضراتكم كنتوا عارفين ان العبء كبير، مش شايفين لا تصريحات لا رئيس الوزراء يطمن بيها الناس، ولا تصريحات لدكتور زياد بيتكلم فيها عن خطط ثورية في الاقتصاد المصري تقلب الاقتصاد راسا على عقب، او على الاقل توقف النزيف وتخلينا ما نعتمدش على يعني المنح والمعونات من الخارج. وحتى متى هيفضل الوضع على ما هو عليه؟ وبعدين قدر مثلا حرب على الارهاب طالت سنوات طويله، عايز تقول لي ان انا هفضل في الوضع ده لسنوات طويله علشان الارهاب؟ ما هو احنا برضو مش لازم نتوقع ان الارهاب بكره الصبح هنكون قاضيين عليه بالكامل. لازم الامور تمشي بالتوازي، لازم يبقى الجيش والشرطه شغالين، بس كمان الوزاره شغاله. فين وزير الاستثمار؟ وفين وزير الصناعه؟ وفين وزير الاقتصاد؟ ده حتى الوزراء اللي ما لهمش علاقه بالمجموعه الاقتصاديه ما بيشتغلوش. مش لاقيين شيء نقدر نقول انه يعني ملموس والمواطن لمسه. وبعدين لما يطلع رئيس الوزراء يحدثني عن انه السلع التموينيه يعني ما فيش مشكله فيها، ويطلع وزير التموين يقول لك اصل ان شاء الله مشكله الزيت هتتحل في شهر اكتوبر. يا سلام، وهي مشكله مصر وقفت عند الزيت؟ وهو وزير التموين طالع بس يتكلم عن مشكله الزيت؟ هو احنا كنا بنقوم بثورتين والناس تموت عشان تيجي تقول لي والله ما تقلقوش مشكله الزيت هتتحل في شهر اكتوبر؟ هو المفروض ان انا بتكلم على تأمين صحي وعن حياة وعن مواصلات وعن معيشة آدمية للناس، عشان انت تيجي تقول لي ما تقلقش معاك 3 شهور والدقيق ان شاء الله يكفيك 3 شهور قدام، والزيت يعني هنحل ازمته خلال شهر. هي دي اقصى طموحات المصريين خلاص؟ وبنفكر لحظة بلحظة حكومة بالكامل قاعدة بتحل الزيت لوحده والسكر لوحده والدقيق لوحده فتفوتة. إذا ما كانوش قادرين يمشوا، إذا شايفين إنه المسؤولية كبيرة عليهم يمشوا، إذا شايفين إن مصر خربانة اقتصاديا ومفيش حل فيها يمشوا، واللي ما عندوش خطة اقتصادية واضحة وسريعة وليها نتائج ملموسة يمشي. لكن لما يبقى معايا أستاذ كمال أبو عيطة بالأمس وزير القوى العاملة في الحوار امبارح، فيقول لي أصل إحنا مش قادرين نحدد الحد الأدنى. بقول له قول لي الحد الأدنى قد ايه للراتب اللي انتم متفقين عليه؟ بيقول لي اصل انا مش عايزه اقول رقم علشان ما يتحسبش علينا. ليه يا معالي الوزير؟ قال لك ما انا ممكن اقول لك رقم النهارده بكره الاسعار تتغير، يبقى برضو احنا لازم الحد الادنى يتوافق مع سله الغذاء وسله المتطلبات المواطن هيشتريها، وبالتالي ده متوافق مع الحد الادنى للاجر ولا لا؟ هذا اعتراف في منتهى الخطورة من حكومة دكتور الببلاوي على لسان الأستاذ كمال أبو عيطة إن السعر بتاع المنتج الواحد بيختلف من لحظة للحظة ومن يوم ليوم، وده معناه فشل رهيب في الرقابة على الأسعار. طب أنت مش قادر تحسن لي وضعي الاقتصادي، مش قادر تضخ فلوس عشان وضعي الاقتصادي يتحسن، على الأقل شغل المفتشين، على الاقل الرقابه على الاسعار، على الاقل احس ان في تفعيل قانون. كل يوم والتاني بلاقي واحد اتقدم للمحاكمه واتقبض عليه علشان والله بيحتكر سلعه او بيغلي في سلعه، ولا بقى الناس الغلابه دي تشرب من البحر، ولا ايه الموضوع؟ الخضار والفاكهه اسعارهم لازم رئيس الوزراء ينزل بنفسه ويشتري، مش عيب ولا حاجه، بس عشان يحس
ما هيش عيب انه الدكتور ببلاوي ينزل يشتري الطماطم ويشتري خيار، وبكلمه على حاجات اساسيه جدا، مش هكلمه على رفاهيات، مش هكلمه على المانجا بتاع الدكتور مرسي، مش هنكلمه على التفاح. احنا بنكلمه على المواد الاساسيه، بنكلمه على السلع العاديه المواطن يشتريها ازاي. لما الدكتوره دريه شرف الدين وزيره الاعلام تطلب من قطاع الهندسه الاذاعيه ارسال تقرير عاجل بشأن الاراضي والفيلات والشقق السكنيه التي يحق للاتحاد التصرف فيها بالبيع عن طريق هيئه قضايا الدوله وبالمزاد العلني، والايه بقى؟ عشان تقدر تسد مرتبات العاملين. ناهيكم عن فكرة انه هل يحق ليها ولا لا، هل دي ممتلكات الدولة ولا مش ممتلكات الدولة، هل هي اصول ينفع بيعها ولا لا، ده موضوع اخر نتناقش فيه بعدين. طيب لو معالي الوزيرة دكتورة دريه شرف الدين النهاردة باعت وقالت لك والله اصل الفيلا دي كانت معمولة للمستشارين اللي كانوا حوالين الوزراء فنبيعها، ماشي، وانها مش اصل يعني فيها في تاريخ او في، ماشي. طب باعت خلاص، الست باعت ارضها وباعت الفلل وباعت البيوت عشان يا دوب تسد مرتبات العاملين في الوزاره. بكره هتبيع ايه؟ الشهر اللي جاي دكتوره دريه هتدفع مرتبات الناس منين؟ وهل هي دي الافكار والحلول اقصى ما يجد على فكر الوزاره والحكومه انها طب والله في مرتبات الحق والنبي، طب بيع حته الارض دلوقتي من سد الجزء ده، طب بيع الشقه دي من سد الجزء ده، ومين اللي هيدخل يبيع ده؟ ومين اللي هيدخل يشتري ده؟ رجال اعمال من بره؟ عرب ولا اجانب؟ وهتبيع بسعر السوق الحقيقي ولا هتبيع لاعلى سعر؟ انت محتاج فما تتنكش في السعر، هتبيع باقل سعر عشان ايه؟ عشان يدوب تدي مرتبات الناس. طب الشهر الجاي دكتوره دريه هتعملي ايه؟ هتبيعي المبنى ولا هتبيعي مدينه الانتاج عشان تسدي المرتبات؟ هتقولي طب انا هعمل ايه؟ انا في ازمه. هقول لك هو ده اقصى ما جاء من حلول في دماغ الحكومه. طبعا مؤكد انا ما اقصدش دكتوره دريه نفسها، لانه في النهايه دكتوره دريه مش تعمل ده يعني من تلقاء نفسها، لكن على ما يبدو ان هي دي الطريقه اللي بتفكر بيها الحكومه. ترقيع الازمات، اداره الازمه وليس حل الازمه. ما عنديش مشكله انه حل الموضوع الاقتصادي ياخد وقت، لكن يعني احس ان في بدايه، ما يبقاش كل الاخبار اللي عندي يا اما ديون يا اما عجز في الموازنه وصل 205 مليار، يا اما وزيره الاعلام بتبيع بعض ممتلكات الوزاره عشان تسد مرتبات الناس، يا ريتها مثلا بتبيع عشان تطور، عشان تشتري، عشان تعمل شبكات بس مش عارف ايه يعني. لا، ده يا دوب عشان الناس تاكل، يا دوب عشان المرتبه ب 500 جنيه ياخدوا، المرتبه 200 جنيه ياخدوا، المرتبه 2000 جنيه ياخدوا، يا دوب. والشهر الجاي هيبقى عندها نفس الازمه، مش هتلاقي مرتبات الناس. اي اقتصاد دكتور الببلاوي بيتحدث عنه، واي تطور الوزارات يعني بتتحدث عنه في الاعلام، واي شيء ملموس المواطن حاسس بيه. انا عايزه مواطن يجي هنا ويقول لي انا والله حسيت ان الاسعار بدات تثبت، وحسيت ان فواتير النور والميه بقت اهدى جدا الشهر ده، والمواصلات مفيش امتع من كده وبأجدها بشكل سهل جدا. طب اذا كانت الحكومه بالرئيس بالنظام الحاكم مش عارفين يحلوا ازمات البلد، يمشوا، يبقى احنا نديرها. بما ان هي كده كده بقى خلاص احنا متوقفين عند الحرب على الارهاب، يبقى خلاص خلوا الجيش وخلوا الشرطه وهم بيديروا، وطبعا معاهم بقى مؤسسه القضاء طبعا عشان مصالح الناس، وبقيه المجموعه الاقتصاديه دي كلها تمشي. يعني ما دام انتوا كده قاعدين حاطين ايديكم على خدكم لغايه ما الحرب على الارهاب تنتهي عشان تشتغلوا، طب خلاص ما تاخدوا اجازه بدون مرتب واقعدوا في البيت لغايه ما الحرب على الارهاب والامن يستقر، وبعد كده ايه نتكلم. لكن كل وزير تكلمه يقول لك الامن في الشارع، ما هو لا اقتصاد بلا امن، ما هو انت شايفه الاغتيالات واللي حاصل، فلا تطوير ولا استثمار الا في الامن. مش بالشكل ده. صحيح في جزء من القصه مظبوط، لكن كمان في حاجات تانية الوزراء مش عايزه تعملها والحكومه مش عايزه تعملها.